بصوا بقى، عايزه اصدمكم. هنا السجاد يعني مغسول وزي الفل ورايق مفيهوش اي حاجه. لميته حطيته هنا، وهنا غسيل وهنا غسيل. تقدروا تقولوا كده كل حته فيها غسيل. ده كله غسيل نظيف كده لسه لماه يعني دورتين ورا بعض، والحافظه وفوقها المفرش ده. وبصوا غسيل. بصوا بقى السفره. طبعا حاطه كل الحاجه اللي يعتبر اغلبها كان جوه، في حاجات جوه وفي حاجات هنا. بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوه. وهنا الجردل ده انا قسمته كده نصين عشان بحطه في العربيه. لو معايا اي حاجه مثلا بتنقط ولا حاجه ما تنقطش في العربيه تبهدلها وكده، فبحطه في شنطه العربيه معايا، مثلا شاريه فراخ شاريه لحمه شاريه لبن اي حاجه ينقط فيها كده عشان ما تبهدلش العربيه. وبصوا بقى الارض ما شاء الله يعني. بصوا بقى، كلكم قلتوا لي ما تفرشيش السجاد. انا مش هفرش السجاد يا جماعه، زي ما انتوا قلتوا لي اهو. هنضف كل حاجه وهسيب السجاد هنا اهو. لميت الغسيل كله اللي كان هنا. دي حاجات هخيطها، فيها قطعات بسيطه كده محتاجه احطها على المكنه، هعملها. وهنفض بقى الانتريه والترابيزه هنا عندي. كانوا في يوم حبوا ان هم يقعدوا ياكلوا هنا، وللاسف بهدلوا الدنيا كلها. وهنا طبعا انا عندي البلكونه اصلا نظيفه، يعني انا اصلا كنساها وحطيت فيها العجله والسكوتر وهقفلها على كده. الاسود ده انا قلت لكم ده من الحديد، وده من تقطيع الحديد اللي ركب الحديد هنا ومش هيطلع، عشان ما حدش بس يقول لي ان ده بهدله. لا هي يا جماعه من تقطيع الحديد. بصوا اهي، بصوا من تقطيع الحديد مش هيطلع خالص الحمد لله. يعني اللي بيعمل حاجه مفيش تقوى ولا رحمه. فخلاص بقى هشيل الحافظه دي اطبقها وانفض الصالون، ونوعا ما كده هتكون الدنيا راقت شويه. احنا بقى الجزء ده هرتبه كده واوريه لكم بعد ما نخلص. الحمد لله يعني روقت الدنيا كده كلها ونفضت الصالون، نضفته كويس. بصوا بقى حطيت السجاد فين بما انه ملوش مكان. انا وقفته هنا، وقفت السجادتين كده دولي هنا، وحطيت كمان المشات والحافظه هنا. هما دول يعتبر السجاد اللي عندي دلوقتي. باقي السجاد كله اتصرفت فيه. فطبعا لسه ما جبتش جديد، فمفيش سجاد كتير الحمد لله، فهم مغسولين ونضاف. بس هحطهم هناك على ما اجي افرش كده كده للبلكونه. اغلب الوقت انا قافله اصلا السلك، انا فاتحه دلوقتي ايه تهويه شويه، لكن على طول السلك مقفول. وكده كده انا بغسل اول باول فبتبقى على طول متغطيه، فالحمد لله يعني كده الدنيا تمام. هكنس بقى الجزء ده كده، وهيبقى لي الجزء ده هوضبه برده بسرعه واوريه لكم بعد ما يخلص. وهنا بقى قلت اكمل معاكم تسجيل صوتي بما ان انا ما بعرفش اتكلم كتير وانا بنظف. طبعا الحركة كتير مع الكلام الموضوع بيبقى صعب. فاول حاجة عملتها انا شلت الحاجات اللي كانت على السفرة ودخلتها المطبخ. وكمان ابتديت بقى اعمل البوفيه وانضفه. بصوا بقى التراب هنا انا يعني كل فترة بعملها مش على طول، يعني ممكن مثلا كل اسبوعين 3 ممكن اسيبه بالشهر لحد ما احس ان فيه تراب واروح منضفاه. انا على طول يمكن اغلب الوقت مقفله اصلا، بس التراب ما تفهموش، انتوا عارفين اللي هو التراب الناعم خالص ده ما بيبانش غير على الازاز، يعني على الخشب مش بحسه باين. فكل فتره كده بما اننا اصلا مش بنقعد في الصاله خالص، يعني انا الصاله مخليها اصلا لاستقبال الضيوف. انا ما بحبش خالص قعده الصاله دي، بحب ان الصاله دايما طول الوقت تفضل نظيفه. طبعا بتتبهدل عندي بقى بصراحه لما بيبقى في غسيل، سواء كنت هغسل وانشر او هلم غسيل، بحس ان ساعتها فعلا الصلاة بتتبهدل، سواء كنت بقى هنشر وافضل رايحة جاية او هلم. بصوا هنا بقى كنت بوريكم الكراسي كانت مقشرة جامد جامد من النقل على فكرة بوظ اغلب العفش عندي. حاجات كتير قشرت، يمكن علشان خاطر السفرة كانت بتغلفتها ما كانتش اتفتحت اصلا من ساعة ما جبتها من المعرض. يمكن دي الحمد لله يعني ما كانش فيها غدوش كتير، لكن الصالون حسيته ان هو نزل اصلا، يعني الدهان اللي عليه بينزل لوحده، انتوا عارفين اللي هو بيطرقع كده ويفصل عن الخشب وينزل. كنت بلاقيه كده وما زلت يعني كل فترة بحس ان هو كده بينزل لوحده. فمش عارفة ده عيب دهان ولا ايه، مع ان يعني انا مسترخصتش في الخشب خالص. يعني الخشب كله الحمد لله جايباه غالي، لان قلت بقى مش هغير خشب تاني. انا اجدد لكن اغير خشب لا. اجدد يعني هو الحاجة الوحيدة اللي انا لسه عايزة اجددها هي الاجهزة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا بعت الغسالة،
هقول لكم بقى عملت فيها ايه، بس مش المرة دي. بس هي الحاجة الوحيدة بس اللي عايزة تتجدد عندي هي الأجهزة. أنا بحب كل فترة أغير الحاجة، أولا عشان مخسرش قيمة الحاجة. طبعا الحاجة لما بتستهلكوها كتير قيمتها بتقل، هتيجوا تبيعوها مش هيبقى لها سعر. لكن لما كل فترة مثلا تاخدوا زهوة الحاجة، يعني حاجة تقعد معاكم فترة طويلة سنين وتيجوا تبيعوها، مش هتجيب تمنها. لكن لو فترة قليلة وفي نفس الوقت حسيتوا ان انتوا استعملتوها وتيجوا تبيعوها، لا، هتحسوا ان الحاجة جابت قيمتها، هتجيبوا حاجة تانية اجدد واحدث وانضف. فالموضوع ده بيفرق قوي. فهو الخشب الحمد لله مش ناوية اعمل فيه اي حاجة خالص، كده تمام قوي. بس التراب كان كتير قوي، خد معايا وقت جامد، وانا ما حبيتش اسرع الفيديو بقى، قلت خليكم معايا للنهاية. بعتذر بس عن صوتي لان انا تعبانة بقالي فترة، ويمكن ده سبب ان اغلبكم دخل كلمني على الماسنجر: مالك ما انتيش بتنزلي فيديوهات ليه؟ انا بقالي فترة كنت تعبانة جدا، والحمد لله يعني انها عدت على خير. ظهري كان تعبني قوي، لان انا للاسف حصل مزق عندي في ظهري في النقل، ومن ساعتها يعني كل فترة لما بشيل بصراحة حاجة تقيلة او ببذل مجهود كتير او بوطي كتير، ظهري بيرجع يتعبني تاني. حرفيا ما ببقاش قادرة اتحرك نهائي، لا قادرة انضف ولا قادرة اعمل اي حاجة ولا قادرة اقوم حتى من على السرير. فالحمد لله يعني كان بقالي فترة بصراحة تعبانة جدا، وما كنتش بقدر اصور فيديوهات ولا انزل اي حاجة خالص على القناة. فسامحوني بقى، حتى يمكن باين على صوتي. فالحمد لله انها عدت على خير، والحمد لله بقيت زي الفل واحسن، اهو مكملين الحمد لله. فسامحوني بقى لو بتأخر عليكم في الفيديوهات، والله بيبقى غصبا عني فعلا. ثانيا الفيديو اللي بيبقى فيه تنظيف بيبقى عايز مجهود جامد والله يعني، غير المجهود بتاع التصوير نفسه، مجهود التنظيف نفسه والله بيبقى متعب. يعني ان انا بمسك مثلا قطعتين انضفهم او اوضه كامله انضفها، لا الموضوع بيبقى صعب، لان طبعا مش هننضف من على الوش، لا ننضف عدل ما ننضفش، مش هننضف من على الوش كده ونطلسق، لا. بصوا بقى الشاشة اللي ورا دي انا برضو قررت ابيعها ان شاء الله الايام الجاية. قلت هفصلها برضو، هي مقفولة لان في واحدة تانية شغالة، فدي ملهاش مكان وحطها هنا. كنت ناوية احطها في الصالة، كنت ناوية احطها فوق البنكت كده في الجنب بتاع الصالون. بس بصراحة قلت مش كتر شاشات، لان انا لو شغلتها هنا هعمل قعدة، ولو عملت قعدة يبقى عوض علينا في الصالون. فلا يعني انا عايزه الصاله نظيفه، وعايزه السفره نظيفه، والصالون نظيف. كفايه طبعا الاوضه اللي احنا بنقعد فيها مخلينها يعني يعتبر اوضه ليفنج كده متبهدله، يعني هي طلعان عينيها يا اكل بقى وقاعده كلها طول اليوم. وعايزه الصاله دايما تفضل نظيفه، استقبال بقى ضيوف في اي وقت. طبعا انا فين وفين اما حد بيجيلي، بس انا جيراني هنا الحمد لله حلوين. فلما ببقى تعبانة او حاجة بيجوا يزوروني، حبوا يجوا مثلا يسلموا عليا يقعدوا معايا شوية. فدايما الصالة عندي تبقى نظيفة. الاوض بقى يعني الحمد لله اوض النوم عندي ما فيهاش هلك، طبعا بندخلها على قد النوم بس او تغيير هدوم، فبرضه بتبقى نظيفة. هي الاوضة اللي متمرمطة عندي هي دي اللي فيها بقى الانتريه وفيها القعدة والشاشة، دي اللي على طول يعني شبعانة مرمطة، فحرفيا ما بدخلش فيها حد بسبب المرمطة اللي فيها. فالحمد لله. بصوا هنا بقى الحاجات دي انا كنت مطلعاها من المطبخ، لان كنت برص المطبخ واظبطه، فعشان ازاز طلعتهم هنا كنت خايفة عليهم بصراحة. وكان بقالي فترة يعني نايمة، فالدنيا هنا كانت بايظة بقى، كان في غسيل كتير وتنظيف كل حاجة كانت مقلوبة. فابتديت كده اعمل بقى واحدة واحدة، يعني الحمد لله ابتدينا نفوق. قلت مثلا كل يومين 3 اعمل اوضة، بحيث ان احنا برضو نحافظ على نظافة الحاجة، وفي نفس الوقت ما اضغطش نفسي، يعني مش عايزة اهلك نفسي تاني واتعب نفسي وافضل مضغوطة في تنظيف وترويق، لا، شوية كده وشوية كده. وبرضو الاكل الحمد لله كنت بعمل اكلات سريعة، وكانت ساعات ماما برضو بتساعدني وتعمل معايا الاكل. فالموضوع بالنسبة لي يعني الحمد لله عدت على خير، وما كانش فيه مجهود عالي. بصوا بقى، عشان في ناس كتير قالت انت جايبة السفرة ما بتقعدوش عليها ليه؟
السفرة يا جماعة انا مخليها للعزومات، لما يبقى في عزومة انا بقعد عليها وبنقعد كلنا عليها. بس طبعا لو قعدت ولادي عليها، بصوا هنا برضو الخدوش، لو قعدت ولادي عليها دلوقتي هيبهدلوها ويمرمطوها وهم لسه صغيرين، لسه طبعا ما تعودوش ان هم يقعدوا ياكلوا على سفرة، لان انا عندي ابني لسه قصير شوية، فمش بيبان اساسا من على الكرسي لما بيقعد عليه. يمكن إلين تمام، فهياكلوا هيبهدلوا في الكراسي وحاجات هتتبقع. فبصراحة يعني الموضوع ما بقاش محتمل ان احنا نغير خشب دلوقتي. يعني انا السفرة دي كنت جايباها في الرخص قبل رفعة الخشب، انا لحقت نفسي بيها اصلا، كانت جايه في الرخص اقسم بالله بمبلغ وقدره، يعني والله العظيم بمبلغ وقدره في الرخص. يعني دي دلوقتي تخش لها في، يعني مش عايزه اقول خلوني ساكته. فانا مش هقدر طبعا اسيبهم يهلكوا فيها ويبهدلوها وارجع بعد كده اقول هغير، لا، ما بقاش في فلوس خالص للتغيير، يعني الموضوع بقى خلاص باظ خالص. فكده الحمد لله بقى الحبة الموجودين دول هنحافظ عليهم. لو في حاجة بسيطة محتاجة تتجدد، حاجة مش عايزاها مثلا حابة ان انا استغنى عنها هستغنى عنها، لان المساحة هنا مش مساعداني. يعني برضو الاسباب اللي مخلياني ما بقعدش على السفرة كتير، السفرة اصلا 8 كراسي، يعني انا مش حطاهم كلهم، انا شايلة كرسيين منها، انا حاطه 6 بس وشايله 2، لان المكان مش عارفين نتحرك، يعني هو بس الكرسي اللي في الاول خالص ده، ايوه الازرق ده، والكرسيين اللي في الجنب دول البيج، هم دول اللي بنعرف نفتحهم. طبعا الاتنين اللي ناحيه البوفيه والواحد اللي ورا دول ما بنعرفش نحركهم، لازم احرك الترابيزه، والترابيزه تقيله جدا بالازاز اللي عليها، فعلشان بصراحه مهلكهاش بقى وبهدلها، لا، قلت كده تمام قوي وزي الفل، خلي السفرة سليمة، حتى جالي ضيوف، حصل عندي عزومة في اي حاجة، انا بحب احافظ على حاجة، يعني عشان نبقى صراحة كده مع بعض، ايا كانت الحاجة، يعني حتى لو الحاجة هبيعها برضو، او حتى لو انا في نيتي اغيرها، انا بحب احافظ على حاجة، عايزة حاجتي على طول تبقى حلوة. يعني انا حاجتي حرفيا مبهدلتش غير من النقل، ان انا نقلت كتير قوي، فهو ده السبب الوحيد اللي خلى الحاجة عندي تتبهدل. غير كده لا، حافظوا على الحاجة تعيش وفي نفس الوقت يبقى شكلها حلو، حتى لو في نيتكم تبدلوها او تغيروها، يعني على الاقل هتجيبوا تمنها. يعني الحاجة اما بيبقى متحافظ عليها وتيجوا تفكروا تبيعوها بتتباع بسعر كويس، غير اما بتبقوا مهملين فيها، تيجي عايزة تغيري حاجة تلاقيها متبهدلة خالص، لا مش هتجيب تمنها اصلا، ممكن ما تتباعش اساسا. فده ردي على الناس اللي بتقول انتي بتحبي تجددي كتير وتبدلي كتير وتغيري كتير. يعني التغيير حلو بصراحة، عشان الواحد ما يملش، وفي نفس الوقت يعني شقتنا تفضل على طول حلوة كده وبزهوتها، الحاجة حلوة برضو. فالحمد لله، يعني هنا انا كنت خلاص خلصت السفرة وعملت الصالون اهو، وهنضف علبة المناديل دي، علبة المناديل دي طالها مية، ساعة ما كنت بفرش في المطبخ وعمل لها بقع من تحت خالص، بس الحمد لله مش باينه، بس مش عارفه، حسيت النوع بتاع القعده بتاعتها مش احسن حاجه. بصوا القعده كلها حرفيا كده فيها زي بقع صدى كده، فالحمد لله يعني طالما فوق مش باينه خلاص. حطيت بقى فيها المناديل كده، انا بفضيها واحطها فيها، والحمد لله الصلاة عندي كده خلصت وبقت زي الفل. همسحها ومش هفرش دلوقتي بقى على دخلة الشتاء، هروح فرشة اول ما الجو يبتدي يبرد شوية، علشان خاطر بقى السجاد يفضل عندي طول الشتا نضيف، لان خلاص مفيش صحة ان انا اغسل تاني سجاد كل شوية. وكمان موضوع ان السجاد بيدخل تحت السفرة عندي، فمش مشجعني بصراحة ان انا اشيل كل شوية واغسل. يعني قبل كده كان الموضوع مريح في الغسيل، بس دلوقتي بقى صعب خالص. فكده تمام قوي الحمد لله. همسح بقى الصالة وخلاص، هقفل كل حاجة. شايفين الطرقة عندي كل حاجة حرفيا بايظة، بس حمدت ربنا طبعا ان انا خلصت الصالة وكل حاجة بقت زي الفل. واستنوني بقى الفيديوهات الجاية في روتينات حلوة قوي هتعجبكم. ولو ما حطيتوش لايك يلا بسرعة انزلوا حطوا لايك على الفيديو، واشتركوا كمان في القناة لو لسه ما اشتركتوش.